هنيجي هنا لتاسك رقم 4. هقول لك write a Dart program to print all strong numbers between given interval using function. يعني هو هيديني رقمين وتشيك بقى كل الارقام اللي في النص اذا كانت سترونج ولا لا. بس تعالى الاول نعرف يعني ايه كلمه سترونج نمبر. سترونج نمبر مثلا لو كان الرقم اللي معايا 145، فانا هعمل فاكتوريال لل 5 وزائد فاكتوريال لل 4 زائد فاكتوريال لل 1 واجمعهم مع بعض. لو مجموع الفاكتوريالز دول ايكوال ال 145 يبقى ده سترونج نمبر، لو لا يبقى ده مش سترونج نمبرز. باختصار هو ده السترونج نمبرز. جميل. فهو عايز نعمل فانكشن لده، فالفانكشن هتبقى اسمها، هنسمي الفانكشن بتاعتنا سترونج نمبرز. جميل. نسميها سترونج نمبر عشان يبقى الاسم ديسكريبتيف، يعني بيوصف الحاجه اللي احنا بنعملها. الاول احنا قلنا ان هو هيدينا رقمين لان هو بتوين جيفن انترفال، يبقى بين رقمين، يبقى هنعمل انت ستورت. جميل. وان اند. جميل. وطبعا احنا هنطبع اي رقم هيقابلنا سترونج فهنطبع على طول ان هو سترونج، فما فيش ريتيرن تايب، فهيبقى الفانكشن بتاعتنا نوعها void. جوه الفانكشن بقى، هي الفانكشن دي عشان فيها شويه تفاصيل، فانا الاول المفروض قبل ما تكود تفكر انت هتكود ازاي وتكتب الخطوات بتاعتك بطريقه اسمها السودو كود. فانا عملت السودو كود بتاعي هنا اهو وهمشي معاه، همشي بيه معاك واحده واحده. نخش بقى على السودو كود بتاعنا. هنلاقي ان انا بالاول بقول لك لوب اوفر انترفال. جميل. فور انت اي ايكوال الستورت، لان احنا هنبدا من اول الستورت. جميل. وبعد كده هقول لك ان اي اصغر من او يساوي الان، لان احنا هنلوب لغايه الان. بعد كده اقول لك اي بلس. جميل. هننزل تحت، دي اللوب اللي احنا هنشتغل عليه. هنلاقي يدينا كل رقم بين الرقمين اللي هيدوهم لنا. جميل. هنلاقي بعد كده ان هو بيقول لي initialize sum for add all factorial. جميل. يبقى هعمل variable اسمه sum، يبقى int sum equal 0. ده مش انا قلت ان احنا نجيب لكل رقم نقطع الاول الارقام، بعد كده نجيب لكل رقم الفاكتوريال بتاعه وبعد كده نجمعهم، فهنا هجمعهم في الفاريبل ده. جميل. وبعد كده قال لك ايه initialize num to assign to i. جميل. يبقى هعمل int num equal i. مش i ده الرقم الكبير اللي عندي اللي هو مثلا 145. طب انا دلوقتي هحتاج اعمل عمليات على الاي ده، اقطع اجيب منه اخر رقم، اجيب منه الرقم التاني، اجيب منه الرقم الاولاني، فهحتاج اخزنه في فاريبل وسميت الفاريبل ده num. جميل. تالت حاجه قال لك initialize the len to the length of the number. جميل. يبقى انا دلوقتي هعمل int len equal i او num دوت تو string. ليه بحوله string؟ لان انا مش هعرف اللينس بتاعه غير لما يكون string. الفانكشن دي مش موجوده في الانتجرز. جميل. فانا هحول النم لسترينج اللي هو الرقم الكبير بتاعي، هحوله لسترينج وبعد كده اشوف الايه اللينس بتاعه، وانا كده بقى معايا اللينس بتاعه. مثلا في حاله ال 145 اللينس كان هيبقى معانا ب 3. جميل. شوف بعد كده الخطوه اللي بعديها قال لك initialize مثلا the digit to slice the number. جميل. يبقى اعمل int variable اسمه digit equal 0. الفاريبل اللي اسمه ديجيت ده هخزن فيه كل رقم انا قطعته، يعني مثلا اخر رقم اللي هو كان في ال 145 اخر رقم الخمسه، يبقى ديجيت هيكون في التشيك بتاع الخمسه ده هيكون ايكوال 5. جميل. وبعد كده هيكون ايكوال كام؟ 4. وبعد كده يكون ايكوال 1. فهو ده الديجيت. بعد كده هنلاقي في الخطوه رقم 3 هيقول لي لوب اوفر ذا length اوف نمبر until it reach 0. محتاج هنا اعمل وايل لوب. جميل. وقال لك هلوب اوفر اللين، يعني لغايه ما اللين يوصل 0، يبقى لين اكبر من او يساوي 1. جميل. وهنزل في البادي بتاع الوايل واقول له والله اللين ده هيفضل ماينس في كل اتريت، في كل لفه نقص منه 1. جميل. كده انا عملت الوايل لوب بتاعتي مظبوط. هاجي بقى هنا هيقول لي ايه، ان انا بعد كده الرقم 4 هيقول لك مود نون بايتن تو فايند ذا لاست ديجيت. انا دلوقتي عايز اخد اللاست ديجيت من النمبر الكبير. عند النمبر الكبير اللي هو ال 145 عايز اخد منه الخمسه، فانا لما بعمل مودلس اللي هو باقي القسمه على ال 10 يقوم مقسم لي دول فيهم كام 10، فيهم كام 14 10، بس الخمسه دي ما تكملش 10، فبتبقى هنا الايه الخمسه. فانا لما اقول مود كده واقوم مخزنه في الديجيت
احنا قلنا الديجيت ده هنخزن فيه الارقام رقم هيبقى مود ال 145 على 10 هيكوال 5. جميل. فانا هنا انا مش دايما 145، فيبقى هنا عندنا النم عشان بتتغير على العشرة، فانا كده خدت اخر نمبر. جميل جميل. هنلاقي بعد كده ستيب رقم 5 هيقول لي initialize factorial to 1. جميل جميل. يعني دلوقتي اعمل variable اسمه factorial. جميل. واقول له equal 1. فاكتوريال ده مش احنا قلنا كل رقم هنجيب الفاكتوريال بتاعه؟ بالظبط هي نفس الفكره. فانا هنا ابقى محتاج اخزن الفاكتوريال بتاع مثال ال 145، محتاج اخزن الفاكتوريال بتاع 5، هخزن الفاكتوريال بتاع الاربعه، وخزن الفاكتوريال بتاع الواحد، فانا لازم اخزنه في الفاريبل، فالفاريبل ده يكون اسمه فاكتوريال. نروح بقى للستيب رقم 6. لوب اوفر ذا نمبر until reach 1 to get the factorial. تمام. انا الفاكتوريال بفضل يعني 5 الفاكتوريال بتاع 5 في 4 في 3 في 2 في 1. مظبوط مظبوط. فاعمل فور لوب للكلام ده. فور int i equal الديجيت، وبعد كده هنا اقول له i اصغر من او تساوي ال 1، وبعدين والله ان هي i ماينس تعالوا نغيرها نخليها جي احسن عشان ما تبقاش في 2 i في الكود يعني. جميل. بس انا كده عملت ده. نروح بقى للستيب اللي بعدها. قال لك ستور افري ديجيت تايمز ديجيت ماينس 1 اللي هو حوار الفاكتوريال جوه الفاكتوريال. جميل. فانا اقول له فاكتوريال نعمل تايمز ايكوال ديجيت. جميل. فهنا انا بقول له والله يعني الفاكتوريال كان هنا ايكوال 1، فهتضربه في الديجيت اللي هو ب5، وبعد كده تنقص 1. هيكون الفاكتوريال دلوقتي اما اضرب ال1 في ال5 هيبقى الفاكتوريال دلوقتي بقى القيمه بتاعته ب5. اطلع تاني الديجيت هيقل 1، يبقى اضرب يبقى بدل ما كان 5 يبقى 4. جميل. يبقى اضرب 5 في 4 بكام؟ ب20. بعد كده نطلع تاني هتلاقي ان هو الجي ماينس هتلاقي ان هو الجي ماينس. فدلوقتي معلش بس انا غيرت دي كده لان هي المفروض الجي مش الديجيت. هتلاقي ان الجي ماينس فهنبقى 20 في 3 ب60، وبعد كده 60 دي جي ماينس هتبقى ب2. جميل. يبقى 60 في 2 ب120، يبقى انا كده جبت الفاكتوريال. جميل. وبعد كده نلاقي ان ستيب رقم 7 هيقول لك ستور فاينل ريزلت اوف فاكتوريال ان سم. يبقى sum بلس ايكوال فاكتوريال. بعد ما بيلف اللفه بتاعته دي كده كلها بيطلع لي الفاكتوريال النهائي، بحطه في قلب الايه؟ السم. بس يبقى انا كده جبت السم النهائي. جميل. وقال لك ستيب رقم 8 remove the last number by floor division by. كده انا جبت ال5، انا عايز بقى اروح للرقمين التانيين 145، ففي الواحد والاربعه، فانا بقى عايز اريموف ال5 بقى كده عشان لما اجي الف تاني وارجع لدي يبقى انا في الديفيجن في المودولس ده كده بقى عندي 14، فاعرف اطلع من ال14 لما اعمل لها مودولس باقي اسمه على 10 يطلع لي الاربعه. فاجي هنا بقى اريموف ال5 خالص، انا ما بقتش محتاجها. هريموف بقى ال5 دي ازاي؟ هقول له num equal num فلور ديفيجن باي 10. فلور ديفيجن ازاي؟ يعني مثلا احنا لو كان عندنا 145 هنعمل ديفيجن على 10 هيطلع لي 14.5. جميل. فانا عايز اطير ال5 ده، فبعمل الحته دي اللي هي بتاعت الايه؟ الفلور ديفيجن اللي هي دي عشان اطير بس. تمام. يبقى انا كده خلصت الجزء ده. روح بقى لستيب رقم 9. قال لك كده تمام كده انا بقى هفضل الوب لغايه ما اوصل بعد كده ان هي هنا هيدينا 14، فارجع هنا تاني اتشيك لو كان اللين احنا لسه معانا 2، فاللينس كده اكبر من او يساوي 1. هيجي هنا ال 14 على الباقي قسمة ال 10، هيتبقى معايا الأربعة، وأقوم عامل البروسيس بتاعتي على الأربعة، وبعد كده أرجع تاني هيبقى معايا هنا الواحد بس. أتشيك بقى بعد كده هاجي هنا أتشيك والله إف لو السم ايكوال الاي اللي جات لي في الأول اللي هو النمبر الأساسي. جميل. يبقى ده هتبرنت الاي، أو تبرنت مثلا تقول لي والله I is a strong number. جميل. بس كده اجي هنا بقى اعمل invoke للفانكشن او call للفانكشن، اقول له والله strong number، واقوم مديله مثلا 1 و 300، او ماشي مديله 1 و 3 و 400 مثلا،
وبس. كده انا المفروض ارن الكود بتاعي يرن. فاحنا كده بقى عندنا ان السترونج نمبر 145 والاثنين والواحد، فدول فعلا السترونج نمبر